عندي بقى فرخة الا ربع، فقلت ايه لازم بقى اجود واعمل كذا صنف. فعلى الغدا قلت هعمل مكرونة وفراخ مشوية. تبلت كده الفراخ بالبصل والملح والفلفل، ورق لورا، ليمون، خل. وبعد ما تبلتها ساعتين كده رحت منزلاها. عملت نص فرخة فراخ مشوية، شويته مع البوتاجاز من فوق مع شوية مكرونة بالصلصة. ده كده في الغدا. تمام. سلقت كده المكرونة 10 دقايق. وبعد ما سلقت المكرونة بشرت فصين توم عليهم شوية زيت، واول ما التومة كده اصفرت هنزل بقى بالتسبيكة بتاعتي، طماطم وعليها ملح وفلفل وكمون، وسبتها تتسبك. هنا المكرونة بعد ما اتسلقت والتسبيكة هي داخلة في ان هي تتسبك خلاص، ورحت نازلة بالمكرونة. ده كده كان غدانا مكرونة وفراخ مشوية. العشاء بقى الولاد جاعوا فروحت بشرة بصلاية وطماطماية وملح وفلفل بشوية كده زيت ومعلقة سمنة، وبقى طبعا ربع فرخة. انا كنت متبلة فرخة الا ربع، نص فرخة شويتها وربع فرخة كنت سايباها كده للعشاء مع الكبد والقوانص. كان احلى تغميس بقى. الصينية دي كده بعد ما استوت كانت فظيعة. غمسوها بقى الولاد بالعيش وكده، كانت جميلة قوي. بصوا البصل مع الطماطم مع التوابل والفراخ والكبد والقوانص، بصوا الجمال بقى. بعد ما دخلت ساعة الفرن بقت بالجمال ده. يعني فرخة الا ربع عملت غدا وعشاء.